والله العظيم والله العظيم الفيديو ده بجد. انا طلعت من المطبخ، لقيت بنتي نايمة والقطة في حضنها مش راضية، يعني القطة. انا والله العظيم كنت هعيط من كتر الموقف، ومن حب من حب بنتي للقطة، ومن وفاء القطة لبنتي مش عايز تصحيها. وناديت على بنتي كم مرة وفوقتها، وبنتي مصممة ان القطة يكون في حضنها، وقامت وضيرت القطة، وكانت بتحس عليها كأنها نايمة في حضن مامتها. بجد مش تمثيل، والفيديو ده مش تمثيل خالص. وكل ما اقولها القطة هتعضك، القطة هتعمل تشدها كمان في حضنها. يعني شايفين بجد والله في وفاء وحب قوي. انا صحيتها كم مرة والله واقول لها اوعي يرتاج القط. وطبعا سبحان الله حاجة من عند ربنا، ان يعني دي حيوان، وساعات والله بجد الوفاء والاخلاص ما بيجيش الا من الحيوانات، يعني اكتر من البني ادمين. شايفين انا عمالة اشد القطة، والقطة يعني تشوفني وتسكت بقى خلاص وتروح تنام تاني. هي بتحبها القطة دي نظيفة يعني. على طول تحميها، تدخل تحميها وتأكلها، تمشي وراها باللبن. فهي مسميها كوكي. مسميها ايه ارتاح؟ كنت. كنت. مش عارفه، قولي لي بقى في التعليقات، يعني نفس القطه غلط عليها ولا ايه ان هي تنام في حضنها كده؟ مش عارفه والله، لان انا اول مره اجيب لهم قطه، فما بحبهمش يعني بصراحه. بس والله بجد مفيش بعد كده حب والله. والقطه بترجع تنام تاني، بتنام زيها بالظبط. انا عماله ازغزغها واهرش لها في رجليها الارتاج، علشان هي تصحى خلاص، فاصله خالص عايزه تنام. يا ريت حد بقى يفيدني ويكتب لي في التعليقات، هي غلط ولا صح ان هي تنام في حضنها؟